بسم الله. عندي هنايا 300 غرام ديال الدقيق اللي هي زايده شويه على 4 الا عبرتو بكاس ديال العلبه، 3 الكؤوس ممسوحين، وعندي هنايا 200 غرام من دقيق القمح الصلب اللي هو الفينو. غادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر اللي تكون ممسوحه، تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال العسل، معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الزيت، وغادي نضيف معلقه كبيره من الخميره الفوريه. صافي هنايا غادي نبدا كنضيف الماء تدريجيا حتى يتجمع ليا العجين. في الاول كنضيفو مباشره على ديك الخميره باش كتذوب ليا بسرعه. فبالنسبه للماء كيكون دافي ماشي بارد وماشي سخون، الا كان سخون كيقتل الجهد ديال الخميره. كيف قلت لكم كنضيف الماء تدريجيا حتى كيتجمع ليا العجين. كنحاول ندلكو شويه، اي عجين كتكون فيه الخميره ديال الخبز ضروري كيبغي يتدلك شويه. من بعد غادي نحطو في شي اناء وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يخمر مزيان. عندي هنايا صدر ديال الدجاج، من بعد ما قطعته شرائح غادي نضيف عليه الملحه والبزار وشويه من الفلفل الاحمر. غادي نضيف هنايا معلقه صغيره ديال الموطاد. غنديف هنايا شويه من الاعشاب المنسمه او التوابل ديال الدجاج الا متوفرين عندكم، الا ما توفروش ماشي مشكل. غادي نضيف 2 فصوص ديال الثوم. من بعد ما حكيتهم صافي غادي نشرملو مزيان وغادي نخليه جانبا بما وجدنا الخلطه اللي غادي نرقدو فيها. هنا من جانب اخر في واحد الاناء غادي نضيف 2 معالق كبار ديال النشا و3 المعالق كبار ديال الدقيق. غندير شويه ديال الملحه والبزار، تقريبا نص معلقه صغيره، وشويه من الفلفل الاحمر والاعشاب المنسمه، نفس التوابل اللي درنا في المره الاولى. ما درناش دابا غير الثومه والمطرد. هنايا غادي نضيف البيض. الا كان عندكم البيض صغير استعملوا وحده كامله، ولا كان البيض كبير استعملوا غير النصف ديالها. غادي نضربها مزيان مع دوك النواشف وغادي نضيف شويه ديال الماء باش يخفف ليا هذا الخليط. ما تخفوش بزاف، غير شويه، تقريبا غير 4 كاس ديال الماء. من بعد ما ضربت هذاك الخليط مزيان غادي نضيف عليه داك الصدر ديال الدجاج. غادي نخليه مرقد فيه في الثلاجه على الاقل 30 دقيقه كل ما خليتوه مزيان. هنايا من بعد ما خمرت ليا العجين كيف كتشوفوا معايا كنحاول نجمعها نحيد منها داك الهواء اللي فيها لداخل. غادي نرش سطح العمل بالدقيق كيف كتشوفوا معايا باش ما تبقاش تلصق ليا فيه العجين، وغادي نسرحوه بهذا الشكل هذا على الطول، وكنقلب العجين وسرحوه على العرض كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. مهم كتسرحوا العجين مزيان حتى كترقوها كيف ما غادي نشوفوا معايا دابا. ومن بعد ما كترقوها كتهزوها وتقلبوها وعاد باش تطبعوها، لان الا سرحتوها مباشره طبعتو فملي غتبغيو تهزوا العجين غادي يعوج لكم الشكل ديالو. يعني من الافضل حتى تقلبوا العجين باش كيتقلص، ومن بعد عاد كتطبعوا وتهزوا العجين براحتكم وكيبقى كيف ما طبعتو. فبالنسبه للعجين كتشوفوا معايا السمك ديالو يعني رقيق. الا بغيتو خامر يتنفخوا لكم اللي يكونوا كيطيبوا ضروري انكم كترقوا العجين. صافي هنايا من بعد غادي نجمع العجين مزيان وغادي نخليه يرتاح. بالما ارتاح غادي نطلقوه ونطبعوه بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا دابا. ومباشره كنمشيو باش نطيبوا المخمرات ديالنا. فما تخليوهمش يخمروا، الا خمروا لكم ما غاديش يتنفخوا لكم في المقله. انا هنايا سخنت المقله من قبل. بالنسبه للنار كتكون زايده شويه على متوسطه، يعني بين متوسطه وعاليه، وما تجهدوش النار بزاف باش ما يتحرقوش لكم، وما ديروش النار ميله. الا درتوا النار ميله ما غاديش يتنفخوا لكم. وهنايا من بعد ما كتحطوا هاد المخمرات كتبقاو كل ساعه كتقلبوهم، يعني كتحسوا بهم تشمعوا على جهه كتقلبوهم من الجهه الاخرى. يعني ما تخليهمش يطيبوا على جهه واحده مده طويله، كتبقاو تقلبوهم كل شويه هكا باش يتنفخوا لكم وتحصلوا على النتيجه اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو غير تبعوا معايا الطريقه كيف ما شرحت لكم واكيد غادي ينجحوا معكم. هنا غادي نحاول انني نحلهم كاملين باش ملي نبغي نعمرهم يجيوني ساهلين. شوفوا كيفاش كيجيو خاويين من الوسط. هنايا من بعد غادي نهز هذاك الصدر ديال الدجاج مباشره غادي نضيفوه في الدقيق وغادي نحاول نهزو بداك الخلطه اللي رقدتو فيها. يعني ما تحاولوش تصفيو لان ديك الخلطه مع الدقيق هي اللي غتعطينا داك الشكل ديال كنتاكي كيف كتشوفوا معايا. صافي غادي نصور بحال هكا حتى غادي نكملهم كاملين وعاد غادي ندوز باش نقليهم. هنايا سخنت الزيت مزيان، من بعد ضفت عليه داك الصدر ديال الدجاج. بالنسبه للنار تكون فوق متوسطه وما تكونش النار مجهده باش ما يتحرقش لكم. صافي كتبقاو تقلبوه كل شويه، ما تخليوش كيطيب على جهه واحده، يعني كتبقاو كل ساعه تقلبوه حتى كتحصلوا على هذا اللون هذا ذهبي كيف كتشوفوا معايا. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نقليهم كاملين. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي، راه كيجي غزال بزاف. غير تبعوا معايا الطريقه غادي يعجبكم وغادي يعجب حتى وليداتكم.
دابا غادي نوجد الصلصه اللي غادي ترافقو. عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال المايونيز. هذا المايونيز منزلي وجدته بالزعتر. هنا اختياري، غادي نضيف شويه من الصوص الجيريان، تقدروا تضيفوا الكيتشوب او اي صوص كتبغيو. غادي نضيف معلقه صغيره من المطرد او الخردل، وهنا غادي نضيف شويه ديال الكورنيشون من بعد ما حكيته. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هاد الصلصه كتجي لذيذه بزاف. غادي نخليها جانبا. غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه الثانيه. بالنسبه لهاد الصلصه ضفت 2 مثلثات ديال الجبن و4 المعالق كبار ديال المايونيز. والا كان عندكم الجبن ديروا 2 معالق كبار عوض الجبن المثلث، يعني اي نوع عندكم، جبلي او كريم، اي جبن مملح غادي نديروا منه 2 معالق كبار. راه كيتواتى المذاق ديالو بزاف مع الحشو اللي غادي نشوفوا معايا. غادي نحاول ندمج مزيان ديك الفرماج مع المايونيز كيف كتشوفوا معايا. صافي هنايا غادي ناخذ شويه من ديك الصلصه اللي وجدت في الاول. غادي ندهن ديك المخمره مزيان باش ما تجيش ناشفه، ومن بعد غادي نضيف شويه ديال الخس، وغادي نضيف داك الصدر ديال الدجاج اللي حضرنا. وهنايا تقدروا تضيفوا الجبن الاحمر اولا الجبن المربع الخاص بالساندويتشات، كيبقى لكم الاختيار. هنايا عندي 2 حبات ديال البطاطا، من بعد ما سلقتهم قطعتهم طريفات صغار، وعندي 2 بيضات حتى هما سلقتهم وحكيتهم في الحكاكه. هنا كيف شفتوا معايا درت الصلصه اللي حضرت بالفرماج والمايونيز، ومن بعد كندير الخس والبطاطا والبيض. حتى هذا الحشو كيجي لذيذ بزاف. يمكن لكم تضيفوا اي نوع من انواع الجبن المملح. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، راه غادي تعجبكم بزاف وغادي تنفعكم في رمضان.